في سورة القصص ربنا بيحكي قصة سيدنا موسى. أم سيدنا موسى كانت حامل وفرحانة جدا بحملها، وبعد ما ولدت سيدنا موسى جالها أمر من ربنا إنها ترميه في صندوق في البحر. أنت متخيل ترمي ابنها في صندوق في البحر؟ طب هو في طفل صغير يقدر يعيش في صندوق؟ والبحر هياخده ويروح على فين؟ أم سيدنا موسى كان عندها إيمان قوي بربنا وعندها حسن ظن بيه، فنفذت اللي ربنا قال عليه ورمت سيدنا موسى في البحر. وعشان وعد ربنا حق، ربنا قال لها ما تزعليش ولا تعيطي، أنا هجيبهولك تاني. وفعلا سيدنا موسى رجع في نفس اليوم لحضن أمه. طب أنت عارف إن سورة القصص نزلت إمتى؟ دي نزلت في وقت هجرة النبي من مكة للمدينة، والنبي كان زعلان لأنه كان بيحب مكة قوي. ربنا جبر بخاطره وقال له زي ما رجعت موسى لحضن أمه هترجع أنت يا محمد لأحب البلاد إليك. وفعلا سيدنا محمد رجع ودخل مكة من تاني. لو خايف إن حد بيأذيك في رزقك، أو خايف يستغنوا عنك في شغلك، أو خايف من الأسعار اللي بقت كل يوم في الطالع وحاسس نفسك بدأت تدخل في اكتئاب وخوف وقلق، فأنا بس جاي أفكرك إن رزقك مش بإيد حد، رزقك من فوق 7 سماوات، رزقك بيجي من عند ربنا. لو في باب اتسد في وشك افتكر إن ربنا كريم وعنده أبواب كتير هتتفتح لك، لأنه شايف وحاسس بيك وبيديلك على قد تعبك وسعيك ورضاك. بس أنت لازم تكون واثق من ربنا ومحسن الظن فيه. ربنا بيطمنك وبيقولك اسعى وما تخافش من حد وما تترجاش حاجة من العبد، لأن الرزق بتاع ربنا قادر يسد في وشك باب ويفتح لك 10 وما تقولش ازاي. اللي نجى سيدنا موسى ورده لأمه، واللي رزقك انت بالأكل وانت في بطن أمك، قادر يرزقك لو الكون كله بقى ضدك. ما توقفش سعي، خبط على كل البيبان الممكنة. افتكر ان السعي ده بتاعك انت، وعلى قد سعيك بيكون كرم ربنا. وافتكر حاجة مهمة قوي، اوعى تشيل شيلة مش بتاعتك، اوعى تشغل نفسك بحاجة مش في ايدك. نتيجة سعيك دي بتاعت ربنا، سيبها على ربنا من غير ما تفكر فيها وملكش دعوة بحاجة. هتيجي ازاي ومنين دي بتاعت ربنا. حسابات البشر مختلفة تماما عن حسابات ربنا. ما تخافش على رزقك وكمل سعيك، وسيب ربنا يعوضك بكل الخير اللي تستاهله.